الشاعر الغنائي ياسر عليم اتخرج من كلية الحقوق وبدأ مشواره من خلال الصحافة. كتب العديد من الإعلانات وبعد كده اتجه لكتابة الأغاني، تعاون من خلالها مع مجموعة من المطربين الكبار وكمان الشباب، وقدم أيضا الأغنية الشعبية. وكانت تجربته مع المطرب الشعبي حكيم من خلال أغنية على وضعك حققت الأغنية دي نجاح جماهيري كبير. هيكون لنا لقاء مع الشاعر الغنائي ياسر عليم واللي هيكلمنا عن تجربته مع حكيم من خلال أغنية على وضعك، وكمان عن أمنياته بالتعامل مع المطرب الكبير الهضبة عمرو دياب وأيضا الكينج محمد منير. تعالوا نشوف اللقاء ده ونرجع ليكم مرة تانية واستوديو فلاش. الوسط الغنائي زيه زي كل الوسط الفني صعب جدا وكله شلاليه مقيته، فاللي بيقدر يخترق ده بيبقى اولا فايتر شويه، يعني مقاتل وقادر بيملك ادواته، بتقاتل شويه وتذاكر عشان تعرف تواصل القتال بتاعك. حلمي طبعا ان انا يعني النجوم الكبار اللي انا بسعى ليهم، لان الناس دي علامات ومحطات وتاريخ. يعني لما تقول انا عملت مثلا لحكيم، هو تاريخ الغناء الشعبي في مصر امتداد للعزبي وعدويه، فانا مبسوط جدا وما زلت بشتغل معاه. عمرو دياب مثلا حلم من احلامي ان انا